السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول ليسون في منهج أولى ثانوي الجديد. منهج حلو ولذيذ عايز تركيز. تعال نبص مع بعض الليسون الأولاني بس الريدنج بتاعه إيه ونفهم المفروض نمشي في المنهج ده إزاي مع بعضينا. نتوكل على ربنا ونقول بسم الله. تعالى كده Egypt's heritage تراث، والتراث ده يعني الحاجات الموروثة من أيام زمان، التقاليد والعادات بتاعتنا. طيب هو هنا بدأ بيقول taking pride in our beloved Egypt، اللي هو انك يبقى عندك فخر في بلدك، انك تبقى فخور ببلدك. ايه الكلام؟ هو بيتكلم على اليونت بتاعنا، بيقول اول كلمة لازم اتعلمها take pride in، فانا محتاج احفظ take pride in، يبقى عندك فخر فيه. وبعدين بدأ يقول لي حبة أسئلة. What do you think makes a country people feel proud؟ What makes، أنا عايز أعرف الإكسبريشن ده. What makes you feel proud؟ تعال نفتح صفحة كده ونبص مع بعض. What makes you feel proud؟ أنا عايز الإكسبريشن ده تبقى أنت عارفه. What makes you feel proud؟ What makes you happy? What makes you sad? What makes you angry؟ expression حلو ناخد بالنا منه. وهوملاند وطن. What do you know about the ancient Egyptian civilization؟ في علامة استفهام هنا المفروض كانت تتحط. بدأ يرد بقى على الكلام ده. Egypt is a land with a heart، ليها قلب. That has been بيدق for thousands of years. هنا استخدم present perfect، بدأ ولا زال. We are proud to، وعندي proud of، وعندي proud ايه؟ to وراها مصدر، of وراها اسم أو ing. To call it our home، بيتي. It's a place where the past، الماضي and the present meet in harmony، يتقابلوا في تناغم، يتقابل في تناغم. Egypt has always played an important role. أنا عندي role دي دور، وعندي role قاعدة أو يحكم قاعدة. Our ancestors، كلمة من الكلمات لازم تحفظها. ancestor أجداد. built one of the greatest civilization in Egypt in history. They gave the world knowledge. كله ماضي بقى. in writing mathematics، وخلي بالك mathematics آخرها ICS، ورغم كده هي مفرد is، أخد بالي منها. and medicine. the hieroglyphics carved into، منحوتة على temple walls were not just beautiful art. لكن فين لكن يا مستر؟ هو هنا هقف انا على الحته دي. السيمي كولن دي، السيمي كولن اللي هي الفاصله المنقوطه دي في الجمله دي معناها بط. مش فاهم؟ تعالى نكبر حبه. ناخد معلومه حلوه. انا عندي 7 روابط ممكن اشيلهم واحط مكانهم السيمي كولن. ايه ال7 روابط دول؟ اسم ال7 روابط فان بويز. فان ايه يا حبيبي؟ بويز. الاف دي بتاعت فور، والاي اند، والان نور، والبي بط، والاو اور، الواي يت، والاس سو. كل ال7 دول اللي قدام سعادتك دول 7 روابط ممكن اشيلهم واحط مكانهم الفاصله اللي عليها نقطه اللي هي السيمي كولن، ويديني نفس المعنى. ودول اسمهم coordinating conjunctions، روابط التنسيق بين جملتين كاملتين، اسمهم فان بويز. فان ايه؟ بويز. جميل. وهنا عرفت ان السيمي كولن دي معناها بط. they were away to record
history. The library هما بيقول لك هما كانوا طريقة نكتب بيها ريكورد يسجل بيها الهيستوري. The library of Alexandria once في وقت من الأوقات بعدها ماضي بسيط gathered knowledge from all over the world. Making Egypt خلت مصر a center of learning مكان للتعلم. Egypt was also a crossroads for trade اللي هو ملتقى تقاطع طرق للتجارة. Merchants التجار وده مش تريدر، merchant تاجر جملة، تاجر حاجات كبيرة، تاجر غلال، تاجر توابل merchant. traveled along على امتداد the Nile واخد بالي the Nile تاخد ازاي قبلها and across وعبر along و across يعبر الحاجة along على امتداد across the deserts. carrying تاني مرة بيستخدم نفس الاسلوب. قال هنا في الجملة الأولانية قال جملة وبعدين making Egypt وراح وصفها بالجملة بتاعت ING نفس الكلام. قال لك merchants traveled along the Nile and across the desert carrying وهم شايلين goods البضايع such as gold, spices التوابل, papyrus ورق البردي, grain المحاصيل أو الغلال. Our land was a bridge كوبري where people met and exchanged وبدلوا من الايديا. تالت مرة يستخدم نفس الاسلوب بعد الكوما هيحط ING making Egypt a source of. انا عندي source و resource. source مصدر اي حاجة. resource مورد طبيعي يعني source of oil لكن source of money source of information يبقى دي مصدر أي حاجة source of happiness مصدر سعادة source of sadness مصدر تعاسة شغال. source of inspiration مصدر إلهام for many civilizations لحضارات كتير. Today Egypt continues to grow. Our cities rise تنهض تكبر ومضيها روز وتصريف التالت risen with modern buildings while our historical monuments هحفظ كويس جدا historical monuments still stand with pride. أنا كلمة monuments آثار historical أشياء قديمة بتحكي عن التاريخ. أنا عندي خلاف كبير جدا بين historic و historical المفروض تقول historic monuments المفروض بس أنا ما بنقفش قوي عليها كده. هي historic و historical الاتنين معناهم تاريخي. المفروض الحاجة لو قديمة أقول historic حاجة بتحكي عن التاريخ نقول ايه historical. فهنا المونيومنتس بتحكي عن التاريخ فعليها historical ولو أقصد بيها إنها قديمة هقول historic. كمل. with pride we are building new roads بنبني طرق جديدة bridges and neighborhoods أحياء that show the world our determination يوضح العزيمة to progress اللي هو التقدم from the pyramids of Giza to the Grand Egyptian Museum من الأهرام للمتحف الجديد. we continue to honor يكرم our history while shaping our future. أنا عايز أحفظ الإكسبريشن ده honor our history يكرم التاريخ shape our future يشكل المستقبل. we take pride in our country يعني we are proud of our country not only but also هقف عليها حبة not only for its beauty but also because we understand the sacrifices of our ancestors. أقف على الجملة هنا قال because we understand إن احنا فاهمين sacrifices التضحيات of our ancestors لأجدادنا. we work hard to make Egypt greater for generations to come للأجيال القادمة. every citizen has a role ليه دور. أقف على الجملة تعال نشرح every و each زائد مفرد اسم مفرد زائد فعل مفرد. أقول every man has a role ليه دور
هنا قال every citizen has a role to play، يبقى play role. ايه الرول بتاعه؟ protecting our heritage، contributing يساهم فيه to our economy and sharing our culture. share culture يشارك الثقافة with the world. ده السؤال او القطعة الأولانية اللي موجودة معايا في الريدنج بتاعتنا. طلعنا منها حبة كلمات كده صغيرة وحبة لانجوج نوتس اتكلمنا فيهم. خلي بالك تاني انا هقف بقى على our cities rise ونتكلم فيها مع بعض، عشان قلت لك هتكلم فيها، وقلت لك كمان هتكلم معاك في not only but ايه but also اهي كمان. دي من الحاجات اللي احنا هنشرحها مع بعضينا دلوقتي حالا. وطلعنا حبه الاكسبريشنز اللي قلناها، خلي بالك منهم. طيب صلي بينا على النبي في حكايه رايز روز ريزن. هات صفحه كمان. بيقول ايه هنا؟ ممكن اقول انا بصحى الساعه 5، اقولها I rise at 5، ده كده استيقظ. اقول the sun rises، ده كده تشرق. at 6 every day، تشرق. اقول لك prices rise every year، الاسعار بتزيد. الاسعار ايه؟ بتزيد، تزداد. يبقى هنا رايز هنا ينهض، ينهض او يستيقظ او تشرق او الحاجه تزداد او ترتفع. اقول لك water level rise every season. يبقى كلمة رايز ليها كذا ايه معنى، رايز روز ريزن، وتقارن بكلمة ريز، ريز ريزد، ريزد. ريز دي الحاجة بعدها، ريز مثلا hope، raise money for. وانا قاعد بذاكر بقى، قاعد بذاكر ان رايز الاسم قبلها، ريز الاسم ايه بعدها. we raise hope، they raise money for charity، كانت اكسبريشن كده charity، بيجمع فلوس. يبقى هي ريز الاسم بعدها، رايز الاسم ايه قبلها. ده فرق رئيسي بين الاثنين. طبعا رايز ليها كذا ايه معنى. جميل. ده كان من الحاجات اللي احنا قلنا هنتناقش فيها. ايه كمان اتفقنا مع بعض نتناقش فيه؟ قلنا هنتناقش في كلمه ايه يا اولاد؟ not only but also. طيب جاي نبص مع بعض عليها ونشوف ايه حكايه not only but ايه also، بشويش كده عشان ليها كذا شكل. I not only play but also score goals. انا مش بلعب بس، لا يا قلبي، ده انا بجيب ايه؟ اجوان. جميل. ادي استخدمت not only but ايه but also. جميل جدا. ايه كمان؟ ممكن اقولها not only علي but also his brothers. وقف بقى، is ولا are happy. فيجي هنا يقول لك يا معلم هي ربطت بين ايه يا حبيبي؟ بين اسمين. اسم الاولاني اهو ده رقم 1، والاسم الثاني اهو. فاعلين، فاعل اول وفاعل كام؟ تاني.
قال لك انت عايز تحل الجمله دي، ما انتش عارف تاخد تبع علي از ولا تاخدها تبع براذرز، قال لك تبع التاني النيرست الاقرب، هيز براذرز يبقى ايه؟ ار. دي نقط من النقط المهمه جدا 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 في نوت اونلي بات ايه اولسو. على فكره لسه ما خلصتش، في واحده كمان. هنا يجي يقول لي not only علي but I also gave him money. واختيارات not only I helped ولا did I help. وقف على الجملة دي وقلت لك هي الفكرة كلها ان في معلومات كتير قوي في اليونت. ممكن انت تاخد اليونت من فوق الوش بسرعة كده وخلاص شكرا جدا، لكن انت بتجهز نفسك للسنه الجايه. لو انت داخل بكالوريا فلازم تبقى جاهز جدا، ولو مش داخل بكالوريا يبقى السنه اللي بعدها. فانت كده كده السنه دي اساسيه انك تبقى عارف كل معلومه ممكن تطلع بيها تفيدك في الامتحانات بتاعتك عشان ما يلعبش معانا. بس طبعا هنا قال نوت اونلي، قال لك لو بدات بنفي زي نوت دي تحط وراها فعل مساعد يبقى ديد اي هيلب. ديد اي ايه؟ هيلب. صعبه مش وش خالص. في حاجات زيها زي نوت اونلي بقى، قال لك نيفر، seldom, rarely, little, few, scarcely. دول معاك ماشي حلو جدا. نرجع تاني نقول تاني، يبقى كده كان الجزء بتاع الريدنج وطلعنا منه حبه نوتس صغيره جدا مش كتير والله، وطلعنا حبه اكسبريشنز. تعالوا نخطط عليهم كمان مره. قلنا تيك برايد ان دي من الاكسبريشنز انا هحفظها. خلينا ناخد لون انت ما استخدمناهوش خالص في الماركينج اهو. خلينا ناخد لون تاني اهو. يبقى تيك برايد ان ايجيبت، contribute to our country، protect our heritage، الكلام ده انا عايزه. make بعدها الصفه انا عايز ده. the sacrifice of our ancestor، عايز الاكسبريشن ده على بعضه كده. ايه كمان يا سيدي انت وهي؟ show determination، عايز ده. عايز كمان make Egypt source of inspiration، عايز دي. exchange ideas عايزها. travel along او the Nile و across the deserts عايزها. meet in harmony عايزها. play role عايزها. built one of its great civilization ماشي. have the world knowledge in writing mathematics carved into، انا عايز دي carved into temple walls، منحوتة على. way to record history. دي الاكسبريشنز اللي هو لو هو وgather knowledge كمان. gather knowledge دي كمان، ده لو انت عديت كده واحد، لو عديت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حوالي 15 اكسبريشن لازم تبقى حافظهم من الريدنج ده. ده كان بالنسبه للجزء الاولاني عندي في الدرس ليسون 1. طيب في اسئله يا مستر؟ الاسئله دي ممكن حضرتك تحلها وبعدين نتناقش فيها. يعني حل الاسئله دي وبعدين ابقى انزل لك انا الاجابات بتاعتهم. بقيت ليسون 1 هو بيقول ايه هنا؟ بيقول define the following word، عايز definition بتاع كلمه civilization ونيبرهود وهيرتج. وبيقول discuss the following. ماشي ده كده كده ده ما فيهوش اي مشكله خالص. قبل بس ما نقف هنا في البريك بتاعنا او قبل ما نقف على الليسون الاولاني ده كده من كتاب المدرسه يا عم الحاج انت وهي. طيب انتوا ممكن تحلوا لي دول وانا هنزل لكم الانسرز بتاعه الحاجه دي، اوقفها لكم كده اهي قدامكم في السكرينه. والبي دي اف ده هنزله لك برده في اللينك اللي موجود معانا على الدرايف بحيث يبقى معاك كتاب مدرسه. قلت لك مهم جدا يبقى معاك كتاب المدرسه. بنقفل كده الليسون الاولاني. الجرامر برده ان شاء الله هيبقى موجود. اشوفكم في حصه ثانيه باذن الله مع كتاب المدرسه ومع اليونت الاولاني. السلام عليكم.
أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.